كيبقاش فيا راسي يعني. علاش؟ لان يعني هاجس الخوف مات. اليوم كعينه يعني الاسباب اللي كتخلي انا ما بلش نحرف، انا لقيت راسي في الانحراف، ما كاينش ميول. اسمح لي قطعت السيد دربي، اكيد السبب الاساسي والرئيسي للانحراف في الشباب هو العائله. بحكم هذاك المعاناه اللي دوزتي كامله، واش كاين شي مرات النفس ديالك كتهيج عليك؟ يعني كتخرج هذاك اكيد، ولكن حاول الضغوطات وهذاك الضغوطات. شوف صعيب عليك باش تادابط مع واحد. انا ندوز لك واحد الميساج في هذا السؤال لان هو مهم بزاف، لان هذا ميساج كاع العائلات اللي عندهم ولادهم كيخرجوا من السجن فريمون خصكم ترافقوا لهم وتحنوا بهم وتحسوا بهم، لانهم كيعيشوا مثلا واحد المده اون كاج يعني في قفص. يعني الطريقه باش كياكل كتبدل، الطريقه باش كيتمشى كتبدل، الطريقه باش كيهضر كتبدل. يعني تيولي واحد الكائن، ما تيوليش انسان. الانسان اللي كيعيش بالضبط وكيفيق ويمشي للطواليت ويحك سنانو ويقول صباح الخير بابا صباح الخير ماما ويمشي للخدمه ديالو، ما كتبقاش عنده في لا ميموار ديالو. يعني نفسيا ما كيكونش مساعد انه يتادابط مع لا فامي ديالو. هذه المساله هذه باش نلقى انا ذاتي من بعد ما خرجت من ديك المعاناه. كانوا خوتي كيخافوا مني، والديا كيخافوا مني، كيحسب لهم راه نقدر ندير شي حاجه ولا هذه المساله. لا، هذا داك السجين كيكون محتاج لذاك لو كاريس، محتاج لذاك لو سوتيون، محتاج لذاك الدعم العائلي والاسري باش يرجع للمكانه ديالو، باش يرجع لبلاصتو. فهمتي شنو بغيت نقصد لك؟ يعني هذا المشكل انا كان تيسبب لي مشاكل كثيره، لان لونطوري ديالي هو سببي في معاناتي وسببي في انحرافي. ولكن فاش تبدلت رجعت كنعيش معاه الضغط اللي يقدر يخليني نعاود نرجع، ولكن كنتفادى. باش كنتفادى كنحاول نركز راه قلت لك كيفاش، يعني كنقلب على لو سبور اغريسيف اللي كنحاول نفرغ فيه داك الطاقه السلبيه، وكنحاول حتى في لا فيتاس يعني، وكنحاول ديما نقلب نختار الاماكن الخطيره في الغابات في مدن بزاف في المغرب باش فهمتيني، باش نخرج مني داك الوحش، يعني باش نخرج داك الجهد اللي ما تعرفش تعيش به مع الناس عاديين اللي مساكن ما عاشوش داك المعاناه اللي عشتي، وما يمكنلكش انك تبينها قدامهم. والاحترام واجب، يعني كتحاول ديما انك تخلي راسك محترم باش يحترموك الناس. هذه الكلمه كنت قريتها في واحد الكتاب في السجن ديال عبد الرحمن المجدوب، قال كانت تحسب لي الناس كيحترموني ساعه عطيت راسي انا اللي كنت كنحترم راسي. الياس، كنتي كتلقى مشاكل ملي كتخرج من السجن مع المجتمع؟ طريقه بغينا نعرفوا اللي قدرتي انك تتخلص بها من نظره المجتمع السلبيه، بخصوص انك سجين سابق وتعتقلتي بزاف المرات. صالحت مع ذاتي اول حاجه، وحاولت ان يكون رده فعل بكل فعل. يعني الانسان اللي كيعطيك قلب سليم وكيعطيك احترام وكيعطيك اخلاق كتعطيه المثل. اللي كيعطيك الشر كتحاول تقول بان راه عندي الشر اكثر منك، رجع. يعني كتحاول غير تقول له رجع، ما كتحاولش انك تقول له انا راه مجهد عليك ولا انا واعر عليك ولا حاشا لله. والدليل باش انني انا لجأت لاش لجأت الناس اللي بصح هما اللي يقدروا يخرجوني من ديك النفسيه ديال العالم الاجرام اللي كتعيشو وداك الحقره وداك الشيء. لا بليبار الاصدقاء ديالي ولا اللونطوري ديالي اللي كنعيش فيه انا، ولا الخدمه اللي كنشتغل فيها، ولا المدرسه اللي كنقرا فيها، ولا المركز اللي كنمشي ليه، ولا الشباب اللي كيخدموا معايا في سياقه الموسيقى وفي السينما. يعني كلهم تبارك الله كلهم طاقات وكلهم ابداع. يعني فهمتيني، يعني هذوك كيشجعوني اني نعطي اكثر. والحمد لله ديما كنقولها حتى في لاشين ديالي، يعني انا راه بسبب الجمهور ديالي باش انا خرجت من ديك الوضعيه النفسيه اللي كانت عندي، اللي كنت كنخاف كيفاش غنتواجه مع الناس. ساعه فاش تواجهت مع الناس لقيت الناس كلها كتبغيني، ولقيت راسي فرحان وسط الناس، وهذا شرف ليا اني نكون مغربي حر. واش غنقول لك، تحيه للمغاربه كاملين، تنبغيهم بزاف وكنحماق عليهم، لان كنعتبرهم عائلتي الثانيه في لاشين يوتيوب ديالي، حيت انا ما كانش عندي كونسيبت باش نعطيك موضوع او نعطيك قالب كوميدي او نعطيك، وانما كان عندي الكونسيبت هو الياس قراري حاول انه يبارطاجي ليسبري ديالو من خلال ذاك المعاناه. وتصاحبت مع الناس بزاف، وكنتلاقى الالاف الناس يقول لي راه كنعسوا بلي فيديو ديالك اخي الياس، اش بغيتي اكثر من هذا الشيء اخويا اكثر. الجمهور ديالي كتلقاهم اصدقاء كيجيو كيعنقوك كيبوسوك، اش بغيتي اكثر من هذا الشيء. يعني انا علاش غنبقى تابع الهدف المادي ونبقى انا كندور انا في يوتيوب ونطيح من مستوايا ونطيح من اخلاقي ومن احترامي باش يكون عندي واحد الربح حقار. ندير لك اخويا قلتها لك قبيله غير فاش كنا كنراجعوا الاسئله، قلت لك انا نفرش غا شي ميكا وندير فيها الربيع والثومه والبجل والنعناع ونغوت وراني ندوز نهاري فرحان وقانع باللي مقسم لي الله. واش فهمتيني؟ يعني الغرض المادي ما كانش من الاول، كان الاجتهاد
وكانت المعاناه هي اللي خرجت من هذيك لا كرياسيون. هذا هو اللي كاين اخي الدريبي. بالنسبه لليوتيوب شنو عطاك؟ يوتيوب انا عطيته، ما عطانيش، بالعكس انا وصلت رسالتي في يوتيوب. ما نقدروش نقولوا انه عطاك محبه الناس. اكيد انا يوتيوب، يعني كنت يوتيوب ما عطانيش انا يعني ماديا خسرت عليه اكثر من اللي صورت فيه. فهمتيني؟ هذاك حب الناس عطاني، راه عطاني الياس بعدا، يعني رجعني من خلال دوك الناس اللي شافوا داك لاشين ديال الياس. يعني رجعت لحياتي الطبيعيه بسبب هذوك الناس اللي كانوا تبعوا الياس وسمعوا الياس وخلاو يقول داكشي اللي تيضروا الياس في قلبه. لان اصلا طلعت نعاود الناس شنو وقع ليا، ما طلعتش باش نفكر انني غادي ننجح شي نهار وغيكون مستقبلي من خلال اليوتيوب. لا، انا وصلت رسالتي في يوتيوب ومشيت كنقرا الطبخ باش نرجع للهوايه ديالي هي لا كويزين، وندير بشيت ريستو ونكمل حياتي ونتزوج بما يرضي الله ونكمل حياتي في سلام. بالعكس انا الشورى بيني وبينها الخير والاحسان، انسان بسيط وكيعجبني نعيش بسيط اخاي دريبي. بالنسبه للشباب اللي كيميلوا للعنف، وبحكم انك مريتي من هذا الطريق، شنو هي الطريقه الناجعه اللي كتنصح بها الاباء والامهات يتعاملوا بها مع وليداتهم باش يخرجوهم من دوامه العنف؟ ما يحبطوش اول حاجه، ويحاولوا انهم يكونوا معاه في اخطائه قبل الحوايج اللي كيديروا مزوونين. هذه اول حاجه. وثاني حاجه داك العنف ديالو يحاولوا يوظفوه له سبور، يعني ويخليوه يمشي لاي هوايه هو كيعشقها وكيتمناها ويواكبوه. اكيد داك العنف غيكون عنده فيه طاقه سلبيه 0% والطاقه ايجابيه 100%. علاش؟ لان غادي يولي يخرج العنف ديالو في اطار صحي لذاته، يعني ما غيكونش ياثر عليه ويخليه ينحرف. هو اللي كنصح به العائلات، يعني ملي تشوف الولد ديالك عصبي او كيخلق مشاكل في المدرسه، يعني خصك تشوف تفرغ له الطاقات ديالو في لي صال الرياضه وتكون معاه، يعني تواكب معاه هذه المساله وتحاول توظف له ذاك العنف لشي اطار اللي يكون يفتخر به في الاخر من بعد. اما الا هملتيه بداك العنف وما قدرتيش عليه فانت غير مسؤول على ذاك الولد، واي حاجه دار هذاك الولد مستقبلا كتكون انت اللي مسؤول عليها ماشي هو. لان اللاج ديال الصغر ديال الدري راه كيكون ضحيه لذاك الانحراف، ما تيكونش هو سبب الانحراف، ما تيكونش هو منحرف، وانما هو تيكون ضحيه الانحراف. ملي كنجيو نبحثوا في ضحيه الانحراف كنشوفوا العوامل هما الاول. ملي كنبداو العوامل كنبداو بالدار هي الاولى، عاد كنخرجوا للزنقه، عاد كنمشيو للانحراف. يعني ما نحملوش داك الوليد، ما نحملوش المسؤوليه، لانه هو براسو داك الانحراف اللي فيه راه ماشي هو اللي بغاه ولا هو اللي اختاره. يعني باش تقوم السلوك ديالو خاصك تهتم به بزاف. اكيد خاصك تعطيه سيرتو في مراحل الصغر، تعطيه الاهتمام، اصعب حاجه. وتحاول ما تمشيش لهذاك الجانب ديال انك تبقى القمع تعنفو والزجر، لا تعنفو اكثر من القياس. ضد العنف انا مع الوليدات الصغار، ضد العنف. يعني العنف يقدر ما يعطيش النتيجه ديالو. الحريه والتقييد من البيت، يعني تخلي له حريه الاختيار وانت تعطيه الوعي ديالك، ولكن ديميتريزي له المحيط بلا ما يحس بك. الا بغيتي تخرج من داك الولد ديك الطاقه الايجابيه اللي يقدر يبدع فيها ويكون عنده شخصيه قويه، خصك تربيها فيه عنده 5 سنين 6 سنين. خصك تخلي له ليسباس فين يبدع وفين يخطا وفين يقلب على الصواب، وانت ككوتش ماشي كجلس اسكت ما ديرش ما تفعلش ما تركش ولا عطيه التليفون ولوحو ماشي يكون تيبقى شاد التليفون نهار كامل. انا ضد هذه المساله هذه. يعني ولدك الا غتصاحب معاه عطيه الحريه ورد له البال في الحريه اللي عطيه وخليه، وهو راه غيسقل كل حاجه. وما تبينلوش الانطباع الخايب ديالك قد ما تبين له الانطباع الزوين ديالك، حيت هو كيتانسبيرا وكيلقط. وحنا راك عارف الدماغ ديالنا بحال شي كارت ميموار كيخزن. يعني الا كيشوف با الا تيدير شي تصرف خايب مع مرتو راه اوتوماتيكمون غيولي يدير داك التصرف. الا شاف باه كيكمي الكارو قدامو راه غيبقى يشد اي حاجه يبقى يدير بحال هكا. راه يعني كيبقى ياخذ. يعني انا البيئه اللي خص ولدي يتربى فيها خصني نعطيه دي ميساج اللي تكون منه هذيك الشخصيه اللي هو يلقى ذاته فيها، ماشي انا نصنع منه طبيب ونصنع منه محامي وانا بغيت ولدي يكون بوليسي. انا ضد هذه المساله ديال الناس اللي كيحاولوا ان يشوفوا راسهم في ولادهم، وانما لا، استثمروا في ولادكم، خليوا ولادكم يبداو، راه يقدروا ولادكم يعطيو اكثر من اللي عطيتهم نتوما. داكشي انا كانت هذه طريقه التربيه ديالي مع ولدي، واخا ما عشت معاه نص من عمري، ولكن فاش عشت معاه في هذه ال5 سنين ولا 6 سنين الاخرى كنت مصاحب معاه اكثر من اللي اعتبره ولدي. وحاولتي تعوضوا على كاع الحرمان اللي تحرم منه. اكيد يعني هو اللي معقود بسلك وتمشي بحوايج مقطره باش تجمع وتمشي على رجلي وما عنديش حتى لاكار ديال الطوبيس وزيد بزاف ديال الشباب تبارك الله العظيم وصلوا واخا عاشوا هذه الوضعيه. انا لا ما حاولتش نخلي ولدي يعيشها، بالعكس حاولت نكون 100% كندعمو، واخا يكون خطا كندعمو، في نفس الوقت كنحاول نوعيه باش ما يخطاش مره اخرى وما يضيعش في نفس الغلط.